اسمعني بقى، عشان انت بقى لو عندك صداع في مؤخرة الرأس ووجع في مؤخرة الرأس وصداع بيتكرر ودوخة وعدم اتزان، احساس ان الارض بتتحرك وعندك زغللة وصعوبة في التفكير وصعوبة في التركيز، تشويش في الرؤية مع حركة الراس البسيطة، عندي طنين في ودني، صوت صفارة، وجع حوالين العين مع شد مستمر في الرقبة، وجع بين لوحين الكتف، عندي تنميل ووخز في دراعاتي الاتنين، ماشي، وعندي وجع في الكتف وعندي تنميل او وخز في الدراع، واحساس ان دماغي تقيلة، عندي برين فوج، زي كان عندي ضبابية في التفكير والتركيز ومبقاش قادر اركز، وعندي ارهاق ومن اقل مجهود، احساس ان انا مش ثابت وانا ماشي، او دوخه وانت بتبص لفوق، جاي ابص لفوق ادوخ، او مثلا دوخه وانت بتلف رقبتك ماشي، احساس انك هتقع دايما، يجي لي بقى خفقان في قلبي بقى بيزيد مع الدوخه، وتعب اول ما اقوم من السرير، ودوخه مثلا في المولات او في السوبر ماركت، او عدم تحمل الزحمه، عدم تحمل الضوضاء والاضاءات الكتير. هل ده كل ده ممكن يبقى ليه علاقه بالرقبه؟ تعالى افهمك ازاي. بص، هي الرقبه مش مجرد السبع فقرات اللي انت شايفهم مع بعض ده. لا لا لا، ده بتعتبر السنترال اللي بيوصل المخ والعين والاذن الداخليه والاعصاب اللا اراديه والعضلات والمفاصل واغشيه المخ والحبل الشوكي، كل دول بيتبادلوا الملايين من الاشارات كل ثانيه. يعني انا لو عندي استقامه في الفقرات العنقيه، وساعات كمان بيبقى تحدب، يعني كمان مايله لقدام، انا المفروض الكيرف بتاعي يبقى كده. تخيل الكيرف بتاعي كده اهو بعد ما عملت الاشعه ولقيته يعني خط واحد كده اهو، اللي هي الرقبه بتاعت الناس بتاعت الجيش، بيسميها ميليتري نيك، ماشي، او فيها بقى تحدي بقى، والعكس، يعني بدل ما الكيرف كده ده الكيرف كده، ده دي المصيبه الكبيره. بس خليني اقول لك، مش الاكس راي بس لوحده هو اللي بيحكي القصه. ناس كتير عندها الاستقامه دي وما عندهاش حاجه، ناس كتير عندها الاستقامه دي وبس عنده شويه صداع وخلاص، ما عندوش كل الاعراض دي، وفي ناس عندها كل الاعراض دي فعلا. لو هنتكلم عن الدوخه، العضلات اللي ورا دي اللي في قفاك هنا، عارف الوجع اللي بيجي لك في قفاك هنا ده، العضلات دي وشدها وكميه الشد بتاعتها بتعرف الراس محطوطه فين، لان العضلات دي مثلا، دي لو قصرت شويه الراس تميل كده والراس تلف كده، ماشي، فالعضلات دي ماشي بتعرف الراس فين حسب الشد بتاعها. فمثلا حسب الشد بتاعها تبدا تقارن الاشارات اللي جايه من العين. والله بالنسبه للشد اللي في قفايا وعينيا، الاتنين مش متناغمين، طب مين صح؟ ابدا ادوخ، فاهم قصدي؟ المخ يبدا ياخد اشارات غلط من الاتنين، فيبدا الدوخه تحصل اللخبطه. وهنا ساعتها بقى ممكن تحس بعدم الاتزان، ان الارض بتتحرك، انك ماشي على مركب، ان جسمك مش ثابت، وده اللي بنسميه حاجه اسمها السيرفايكو جينيك ديزينس، يعني جاي دوخه جايه بسبب الرقبه، لكن خد بالك مش كل دوخه سبب الرقبه. لو بتحس ان القطه بتلف حواليك مثلا جامد، لا، ده ممكن تكون الاذن الداخليه. دي قصه ودي قصه. حتى اكتشفوا اكتشاف ان العضلات، الفكر اللي وريتها لك في القفا دي، العضلات دي لازقه في الغشاء بتاع المخ. بص بص بص، لازقه هنا في الغشاء بتاع المخ من جوه، من النخاع الشوكي. فالناس اللي بتحس بضغط في دماغها، ماشي، او ان دماغها هتنفجر، او دماغها مليانه سائل عايز يفضى، ده بسبب المايوديورال ريدج، حته اسمها مايوديورال بريدج اناتومي، ماشي. العضلات دي بتشبك بالياف كده جوه الغشاء بتاع النخاع الشوكي وغشاء المخ، انت متخيل؟ فممكن على شد عضلات رقبتي تحسس لي بضغط جوه دماغي، انت فاهم قصدي؟ حس ضغط كده، دماغي مليانه عايزه تفضى، يعني هي عايزه تفضى من السائل اللي حواليها. طب هو ايه حكايه السائل اللي حوالين المخ ده؟ هو ده دم يعني؟ لا، بص بقى، ده مش سائل واقف، ده سائل بيتحرك مع نبضات القلب والتنفس والحركه وتغيير وضع الجسم، يعني ممكن يكون ليه دور في ميكانيكيه الحركه. المايوديورال بريدج ده، اللي هي العضلات اللي في قفاك دي، ممكن تاثر على حركه السائل اللي حوالين مخك، فاهم قصدي؟ والابحاث لسه مستمره في الحته دي. طب ليه اصلا السؤال بقى، ليه اصلا الصداع ممكن يجي لي من رقبتي اصلا؟ لان اول 3 اعصاب في الرقبه بيتقابل مع العصب الخامس داخل جذع المخ، فالمخ ساعات يترجم الم الرقبه على انه صداع، ماشي، عشان ممكن تحس كده بالم في العين، في الصدغ، في الجبهه هنا، مؤخره الراس هنا، فاهم ازاي؟ كل الحتت دي تقعد تحس فيها بوجع، والمشكله ممكن تكون اصلا من العصب الخامس، ممكن، فاهم قصدي؟ لان هو اصلا بيدي 3 فروع هنا، فرع ده وفرع ده وفرع ده، ماشي، وممكن وجع الرقبه يترجم صداع. انت متخيل ان في التقاء كبير ما بين الاعصاب هنا؟ ده حتى العين ممكن تكون سليمه والاذن سليمه، لكن المخ مستلم معلومات غلط من مختلف الانظمه، ماشي، وده ممكن يخليك تحس بالزغلله والاجهاد البصري، صعوبه في التركيز، وحساسيه للحركه، واحيانا طنين في الودن عند بعض المرضى. بس انا سمعت في فيديوهات قبل كده العصب الحائر، اشهر سؤال،
هو بيتقال ان العصب الحائر مضغوط. العصب الحائر ده اللي بيدي الليله دي كلها. شايف الليله دي كلها؟ عينين وودان وغدد دمعيه، بيدي بقك، بيدي القلب، بيدي الرئه، بيدي البلعوم، بيدي المريء، بيدي صعوبه في الهضم وانتفاخات وغازات كل ده بيبقى من العصب الحائر. بص، هو العصب الحائر غالبا ما بيبقاش مضغوط، لكن الالم المزمن من وقله النوم والتوتر وقله الحركه وسوء التنفس كلهم يقدروا يغيروا طريقه شغل العصب ده والسيستم اللا ارادي، السيستم العصبي اللا ارادي. يعني كده واضح ان الرقبه هي المشكله. طب كده احنا محتاجين نعمل تمارين تأهيل للرقبه. ماشي، احنا مش بنعالج صوره الاشعه، احنا بنعالج وظيفه الجسم، حركه الرقبه وحركه الظهر والعضلات العميقه والاحساس بوزن الراس والتوازن والتنفس والعين والجهاز الدهليزي بتاع الودن ده. لو انت كشفت انف واذن وقال لك ما عندكش حاجه انف واذن، يبقى الجهاز الدهليزي ده بره. اللياقه العامه والنوم والتوتر، كل دي حاجات من ده الهدف. مش حته ان انت بتعالج اشعه وخلاص، لكن الهدف ان جسمك كله يرجع يشتغل بتناغم. فمثلا تمارين زي كده مثلا اهو، ماشي، انا حاطط ايديا ورا كده وبلف يمين وشمال، خلاص. تمارين زي وانا عاملها في فيديوهات قبل كده، تمارين ان انا ارفع راسي من على السرير وانزل، ماشي. تمارين ده وان انا ازق لورا كده. شايف ستي دي بزق لورا زي على الكرسي اهو، ماشي. سيفوا الصوره دي، اعملوا سكرين شوت، اعمل الاسكالين ستريتش، ماشي. ان انا احط ايديا ورا ظهري كده زي ما هي حاطه ايديا ورا ظهرها، واميل يمين اميل شمال، ماشي. استريتش بتاع الروتيشن كده وكده، ماشي. حركات ان انا احرك كتافي، اللوحين الكتف على بعض، ماشي، عشان يبدا يفرد ظهري. التمارين دي اقعد كرر فيها. وراك ايه؟ انت واحد عندك بلاوي الاعراض اللي انا قلتها دي، بجد الحاجات دي هتفرق معاك في الطنين والدوخه والصداع وتقدم الراس واستقامه الفقرات العنقيه وده حتى ممكن تاثر على سوء الهضم. فاهم قصدي؟ لان زي ما قلنا العصب الحائر بيغذي الحاجات دي. انا عايزك تفتكر الجمله دي كويس، ان رقبتك مش مجرد 7 فقرات ورا بعض، لا، دي محطه اتصال بين انظمه الجسم كلها. ولو في خلل في محطه الاتصال مش شرط يطلع في الرقبه وبس، ممكن يطلع صداع وممكن يطلع دوخه. يعني مش لازم اكون عندي وجع في الرقبه بس عشان باين. كل ده، بص، كل ده متوصل بكابلات. هطلع على المخ ازاي الا من الرقبه؟ انا هكلم بطنك ازاي الا من رقبتك؟ هكلم قولونك ازاي الا من رقبتك؟ فاهم قصدي؟ يعني حته ان انت تهتم جدا بفقراتك العنقيه دي، ده شيء اساسي. فممكن شكاوي رقبتك نفسها مش تطلع في شكوى رقبه، لا، صداع او دوخه زغلله، عدم اتزان او احساس انك تعبان على طول الوقت. ده مش معناه ان انا عندي حاجه. ممكن تكون رقبتي هي السبب في كل ده، وما ينفعش تتجاهل الرقبه في الموضوع ده. فاديني قلت لك المشاكل، اديني قلت لك الحل، اتبع التعليمات اللي قلت لك عليها بالذات في التمارين. وطبعا الكلام الكليشيه اللي انتوا بتحسوا ان هو كليشيه او كلام ملو وحشو، حته ان انا انام بدري واصحى بدري والعب رياضه واتنفس صح ومش عارف ايه، يا جماعه الكلام ده مهم قسما برب العزه. الكلام ده مهم. في ناس بتخف بس بالموضوع ده، ماشي، لان اساسا انا جسمي هيعالج نفسه ازاي لو ما نامش عدل؟ لو كبدي ما دخلش ينام عدل، انا هعالج نفسي ازاي؟ ماشي. فانا عايز اقوي السيلف ريكفري بتاعي، والصيام. مش عارف اقول لك الصيام قد ايه بيصلح كل المنظومه دي، ماشي، ويخلي المجهود اسهل بكتير، يخلي شويه التمارين العبيطه اللي قلتها لك في السلايد اللي فاتت دي فعلا تجيب نتيجه، بجد تجيب نتيجه، ماشي. خلي بالكم على صحتكم يا جماعه، ماشي، والله هو الشافي.